صباحك معطر بذكر الله، وبذكر الله تطمئن القلوب. صباح الفل، صباح الجمال. موضوعنا النهارده يا سادة عن جماعة لبراس. جماعة لبراس اللي عمالة تنفخ في النار وشغالة بكل قوتها. طبعا الناس احنا عارفين ان الناس ما شاء الله ده السكينة من عند الله عز وجل، ولكن العيار اللي ما بيصيبش بيدوش، وقف حال ونكد وحكايات كتيرة قوي هم بيسببوها للناس. ناس في المصايف وبتصيف وعايشة حياتها والناس زي الفل ما شاء الله، ربنا يعني يزيدنا إيمان فوق إيماننا إن شاء الله رب العالمين، ولكن عمالين ينفخوا في النار زي ما البرص كان بينفخ في سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام. هل ده وقته إن إحنا نقعد ننفخ في النار؟ يعني هم مش شايفين اللي حوالينا، ولا انتوا بتخدموا عليهم يعني عشان تعجلوا بالكيان الكبير، الملعونة الكبرى، بتعجلوا لهم يعني، عمالين تعجلوا لهم. انتوا ما بتفهموش يعني الناس اللي بتسمع لهم، الناس الطيبة، الناس الغلابة اللي عمالة تقول ده الحاجة غالية، الكهرباء زايدة، المية زايدة، كل الحاجات دي فيها ولكن احنا عندنا في الصعيد نجوع ونشتري حتة سلاح عشان نحافظ على أرضنا وعرضنا وشرفنا. نجوع. افهموا ما بين السطور وانتوا تفهموا الدنيا ماشية ازاي. انما انتوا اساسا خدامين ليهم، يعني لبراس خدامين جماعة اللي كلنا عارفينها. لازم نبقى فاهمين بقى، بلاش دوشة، عمرنا ما هنقوم زي ما انتوا عايزين. خلاص الشعب فهم. على فكرة الشعب أكل الطيبات اللي بتقوي الإيمان. الطيبات دي هي سبب الإيمان. أول درجات الإيمان هي الطيبات، تخيلوا. فالشعب كان الطيبات الحمد لله رب العالمين، وماشي على الطيبات، ومش عايز بقى كل الحاجات اللي ادوها لنا اسيادكم احنا مش عايزينها خلاص. لا دواء ولا فراخ ولا بيض ولا دقيق. كل اللي هم عملوه اتهد على يد الله يرحمه البروفيسور ضياء العوضي. اتهد. اللي اشتغلوا علينا بقالهم 100 سنة او اكتر اتهد بكلمتين طيبين بعتهم ربنا على لسان ضياء العوضي. افهموا. مش عايزين تفهموا؟ خليكوا معاهم. انتوا صبيانهم اصلا. والناس كلها فهمت كمان الحكايه دي، مش انا بس اللي فهمتها لوحدي، لا الناس كلها فهمت الحكايه دي، ان انتوا بتخدموا عليهم. عايزينهم يقوموا بسرعه ويعملوا الملعونه الكبرى. لعنه الله عليكم وعليهم. قولوا كل الناس تقول يا رب العالمين. تحياتي لكل المستمعين، ويا رب تكون المعلومه وصلت.